مؤخرا ذهبت إلى شركة اتصالات المغرب لأغير نوع الاشتراك اللي عندي في الانترنت. كان عندي 55 جيجا ما تتقدنيش، قررت نمشي نبدل الاشتراك ونرجعو إليميتي. مزيان، وصلت عند السيدة فأخبرتني هذه إحدى وكالات بن شعبون أنني ملزم بأداء 400 درهم تحت بند، قالت لك لي فخي دو شونجمون دو فورفي. 400 درهم باش نشونجي. انتقلت من اداء 360 درهم الى اداء 620 درهم في هذا الليميتي، وخصني ادي 400 درهم. علاش؟ قلت لها طيب ما هي شنو هي الخدمه اللي غتقدمي لي دابا مقابل هاد 400 درهم اللي غنعطيك؟ شنو هي؟ غادي تكليكي في الاورديناتور على سميتي وعلى الرقم ديالي، كان عنده فورفيت 55 جيجا ولا الليميتي، كبسه زر على حاسوب. واش كبسه زر تتساوي 400 درهم؟ شكون حددها؟ وشنو الاصل ان اي درهم يدفعه المواطن خص شي يعرفوه الناس. اي درهم تتعطيه لاي جهه خاصه او عامه، كبيره او صغيره، يجب ان يقابله اما سلعه او خدمه. ما هي الخدمه التي احصل عليها لتغيير نوع الاشتراك؟ بالعكس، من المفروض هذه الشركه خصها ترحب بيا وتعطيني امتيازات لانني يعني غادي تولي تربح معايا اكثر. من المفروض ان احصل على تحفيزات لانني غادي نطلع له شيفر دافير ولي بينيفيس نتاع الشركه. اذا المواطن الذي يضطر للاشتراك، وهنا عاود مشكله ثانيه مع الاتصالات. انت اليوم تدخل فيبر اوبتيك لدارك ب 500 درهم، مزيان، ولكن انت تخرج من الدار خصك 3 ولا 4 جي باش تعاود تخدم. ما يمكنش. المفروض هذاك الاشتراك اللي درتيه في الفيبر اوبتيك في الدار يبقى غادي معاك فين ما مشيتي، ما تضطرش دير اشتراك ثاني في الهاتف النقال مره اخرى. خصهم يعطيوك واحد الكود وتدخلو وتبقى خدام به. ما يمكنش ناديو جوج يعني ثمنين على خدمه واحده. انت عطيه لي في الدار، انا ما نبقاش في الدار غنخرج، وهذا الشيء كاين في دول اخرى. هي كفي دير اشتراك واحد باش يخدم في التليفون ويخدم في الدار، يعني تكون خارج البيت.